السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. النادي الأهلي النهاردة ودع بطولة الدوري الإفريقي أو السوبر الإفريقي وأيا كان مسمى. طبعا كلنا كجماهير النادي الأهلي كان نفسنا إن النادي الأهلي يتوج بأول نسخة في البطولة دي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. صن داونز بقت للأسف عقدة النادي الأهلي دلوقتي، غلبنا منه كتير الفترة الأخيرة. انا شايف ان هو الاهلي النهارده كان في الامكان ان هو يكسب الفريق ده على الاقل 3-4-0، ان الفريق النهارده صن داونز يعتبر ما لعبش، هو مش شكور علينا لكن هو ما لعبش. النادي الاهلي كان مسيطر سيطره كامله في الشوط الاول. كولر النهارده بدأ بالتشكيل المثالي للنادي الاهلي. لعبنا الشوط الاول حلو جدا. ضربة جزاء معلول ضيعها، كرة في العارضة من كهربا، كرة في العارضة من بيرسي تاو. حكم الراية طبعا حكم غريب اللي كان ماسك فراودة النادي الأهلي. كل هجمات النادي الأهلي كان بيحسبها اوف سايد، يعني كان أي حد يلا ارفع الراية، هو حافظ بس لو كان جون جه منهم كان هنرجع للفار والدنيا هتبقى حلوة يعني، لكن مفيش. الشوط التاني مش عارف، حسيت ان احنا نزلنا واحنا مغلوبين يعني، مفيش. الشوط التاني الدنيا ابتدت تهدى. اللياقة البدنية بتاعت بعض اللعيبة هديت خالص. علامات استفهام على كذا لاعب من النادي الاهلي. يعني الشناوي النهارده طبعا كان ضيف شرف، الشناوي ما وصلتلوش حاجه النهارده خالص. الدفاع ربيعه وعبد المنعم عملوا اللي عليهم. اكرم توفيق مبدع، اخيرا بقى عندنا جبهه يمين تاني. اتمنى ان هو يحافظ على نفسه شويه من الاصابات، يهدى، بلاش الحماسه الزايده، لان النهارده خد خبطتين كانت كفيله ان هي ترجع له صليبي تاني يعني. ما شاء الله. واحدة داخلة غبية جدا، والتانية الراجل داخل برجله في ركبته، فيعني دي ما فيهاش كلام. فيا ريت أكرم يهدى على نفسه شوية. يعني حماس وكده، بس ما كانش عندنا جبهة يمين. محمد هاني صفر على الشمال بالنسبة لأكرم توفيق بصراحة. يعني أنا النهاردة لو هدي نجم للقاء هدي الباكين اليمين النهاردة في الفرقتين. أكرم توفيق والباك اليمين بتاع سان داونز، الاتنين كانوا بصراحة مالهمش حل. خط النص مروان، اليو ديانج، امام عاشور، التلاتة كويسين وبيحاولوا، بس فين الشوط من بره؟ يعني ما شفتش غير مروان في كل شوطة كده حاول فيها من بره. امام المفروض امام مدفعجي، طب فين؟ ما شفناش منه حاجة خالص امام، غير اللقطات بتاعته. مهارته عالية جدا ما شاء الله، وبيعدي وبيفوت وعنده رؤية وبيلعب كور بوش رجله حلو قوي وبينياته. بس فين امام الشويط بقى وبيرزع والكلام ده؟ ما شفناش الكلام ده لسه. حسين الشحات مستواه علامة استفهام. نهى الموسم اللي فات إبداع وحاجات تحفة، ولغاية كام ماتش قبل الماتشات بتاعة الدوري الأفريقي دي، وبعد كده حسين مختفي. ما لعبش الماتش اللي فات ونزل النهارده. ما اعرفش، انا نفسي ما كنتش عارف بيلعب فين. يمكن كولر مديله حريه، بيلعب في خط النص شويه وبيلعب ناحيه اليمين شويه والشمال شويه. مش عارف. بيرسي تاو اشتغل شويه وبعد كده نام في الشوط التاني كله. انا ما شفتوش الشوط التاني خالص، كانوا مقفلين عليه صح، ما وصلتلوش كور كويسه. اليو ديانج تحركاته تقيلة، مش زي الأول. برضو اليو ديانج كان بياخد الكورة ويعدي ويفوت ويروح ويشوط، ما فيش. مين تاني لعب؟ كهربا طبعا حاول، يعني الراجل حاول بصراحة الشوط الأول في كورتين وبيغلط الحارس ويخطفها منه، وكان ممكن يجيب جولين الشوط الأول لكن ما حلفوش الحظ برضو. جينا يعني خلاص بقى تبديلات وكده. الحاج موديست نزل، نهى الأحلام خلاص بقى. يعني أنا أول ما موديست نزل خلاص عرفت اللي فيها. وكولر ابتدى بقى يغير كل تغييراته بقى. رضا سليم طبعا نزل واتصاب وخرج، وعبد القادر طبعا علامة استفهام كبيرة برضه في النادي الأهلي. عبد القادر ده كان في الرايق بيلعب، بينزل يخلص لك ماتش بكعب بطرقستين وجون. موتوه معرفش ليه، مع ان عبد القادر طبعا من احرف اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. ايه اللي حصل معاه؟ الله اعلم. صلاح محسن نزل، زي ما نزل زي ما طلع، واظن هيفضل مكمل الموسم بنفس الشكل ده. مين تاني نزل النهارده؟ كفايه كده حلو. مجدي قفشه نزل برضه ما شفناهوش. في الاخر بقى ما كانش فيه تركيز حتى بعد الطرد اللي حصل في الدقيقه 86 او 87. ما فيش تركيز من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه صن داونز عرفت يعني تاخد مننا الوقت. بيستحوذوا على الكوره حلوه قوي بصراحه، من احسن الفرق اللي بتلعب في القاره بصراحه. يعني استحواذ ومهاره، وكل اللعيبه عندها مهاره، حتى المدافعين عندهم مهاره عاليه جدا.
فهارد لك للنادي الاهلي النهارده. انا مش شايف في الماتش كله غير ان احنا طلعنا باكرم توفيق تاني، يعني رجع لنا الباك اليمين بتاعنا تاني. رجاء بقى، رجاء من كابتن الخطيب وإدارة النادي الأهلي، عايزين مهاجم صندوق. احترموا عقولنا واحترموا عقول الجماهير. جماهير النادي الأهلي كلها بتقول لكم محتاجين مهاجم. انت لو جبت مهاجم من قارة أفريقيا، مهاجم صغير 20 سنة، هيبقى أحسن من موديست اللي انت جبته ده. ما هو هيلعب امتى؟ بقاله شهرين في النادي الأهلي ما جابش غير جون واحد، وأنا شايفه صدفة. وتقيل، لعيب تقيل، مش هو ده مهاجم النادي الأهلي خالص، ما ينفعش. احنا كان عندنا وليد ازارو ما شاء الله دلوقتي هداف الدوري الاماراتي. اليو بادجي في رايي احسن من مودست بمليون مره. اليو بادجي اللي راح الدوري سيبناه طبعا بسبب موسيماني، الله يسامحه، وسافر الراجل لعب في فرنسا وعمل شغل كويس وكان حر الفتره اللي فاتت. ليه ما رجعناش اليو بادجي؟ اللعيب لسه صغير 22 سنه وطويل وكان ممكن يجي منه عمره ما كان هيبقى اوحش من الناس اللي موجوده دي. فاتمنى من اداره النادي الاهلي في يناير، عايزين مهاجم محترم، هاتولنا مهاجم. النادي الاهلي في احتياج رهيب لمهاجم يترجم كميه الفرص اللي بتضيع. كميه فرص بتضيع مش طبيعيه. كهربا مش مهاجم صندوق، احنا قلناها 50 مره. كهربا لاعب عشوائي زي مؤمن زكريا، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. لاعب عشوائي ما تعرفش هو بيلعب فين. ده الحريه بتاع الكهربا، يعني ده تنزله وقول له العب وخلاص، مالكش دعوه يبقى جوه الصندوق بره الصندوق، هو بيخطف. لكن احنا عايزين مهاجم قوي زي فلافيو، زي عماد متعب، زي حسام حسن، زي الناس التقيله اللي كانت بتلعب معانا زمان. فين الناس دي؟ وليد ازارو جه عمل موسمين روعه وكان هداف الدوري. فيا ريت اداره النادي الاهلي تتحرك بقى شويه وتسمع كلامنا، يعني يا ريت يوصل لها كلامنا. عايزين مهاجم قوي للنادي الاهلي يليق بالنادي الاهلي. احنا داخلين كده كاس العالم في شهر 12 ملط من الاخر. مفيش البطوله دي مش هنحقق فيها اي حاجه خالص، هنطلع من الدور الاولاني. انا اظن يعني هنتغلب من فريق الاتحاد ونطلع بره. يعني مفيش فريق بيلعب كوره حلوه قوي بالشكل ده وفي الاخر مفيش ترجمه. فين بقى لما حسين شحات يكون فايق ويجيب جون، قفشه يكون فايق يجيب جون، رضا سليم يكون فايق يجيب جون، بيرسي تاو يكون فايق؟ مفيش، ما ينفعش. لازم يكون عندك مهاجم جوه قوي جدا. دوروا لنا على مهاجم بعد اذنكم علشان الدنيا كده سداح مداح. يلا هنقفل الصفحه دي خلاص انتهت. زعلنا طبعا، كل الاهلاويه زعلانين، نفسنا نفوز على صن داونز ونصعد للنهائي في اول نسخه وناخد النسخه دي وده باسم النادي الاهلي. لكن خلاص النهائي معروف دلوقتي ما بين الوداد المغربي وصن داونز. طبعا اكيد هنشجع الوداد المغربي علشان فريق عربي يعني، فربنا يكرم باذن الله. بغض النظر ان صن داونز بيغلبنا على طول طبعا، مش هنبص للنقطه دي خالص، لكن طبعا هنشجع الوداد المغربي علشان البطوله تبقى بطوله عربيه. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا. اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.